يا مساء الخيرات والمسرات على أحلى متابعين. حكايتنا النهاردة عن فنانة مصرية شهيرة تم اتهامها بممارسة الدعارة مقابل 50 جنيه. عاوزين تعرفوا هي مين وإيه تفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. حكايتنا النهاردة عن فنانة مصرية شهيرة وموهوبة، ورغم موهبتها وشهرتها إلا إن حياتها الخاصة كانت عبارة عن سلسلة من الأزمات المتصلة، وآخر أزمة فيهم هي اللي تسببت في وفاتها. كلامنا النهاردة عن الفنانة الراحلة زيزي مصطفى، وهي من مواليد محافظة القاهرة سنة 1945، واسمها الحقيقي زينب مصطفى نصر. بدأت التمثيل وهي عندها 14 سنة في فيلم بين السماء والأرض، وقدمت خلال مسيرتها الفنية حوالي 44 فيلم و150 مسلسل، آخرها كان راجل وست ستات. الفنانة زيزي مصطفى كانت من بين الفنانات اللي تم القبض عليهم في شقة الفنانة ميمي شكيب في قضية الآداب الكبرى، واتهمت بممارسة الدعارة مقابل مبلغ مالي قدره 50 جنيه. اتجوزت الفنانة زيزي مصطفى 3 مرات، الأولى كانت من مهندس بحري وأنجبت منه ولد وبنت، واستمر جوازها حوالي 15 سنة، وانفصلت عنه بسبب خيانته ليها. وبعد انفصالها اتجوزت من الفنان محمد خيري لمدة 4 سنين، وانفصلت عنه واتجوزت من الفنان يسري مصطفى. كشفت الفنانة تغريد فهمي عن سبب وفاة زيزي مصطفى، وقالت في برنامج المنسي مع الإعلامية إنجي هشام إن زيزي اتوفت بسبب فنانة زميلتها، وده بعد ما اكتشفت إنها اتجوزت جوزها يسري مصطفى. رغم ان لما كان تعبان كانت زيزي واقفة جنبه، لكن بعد ما بدأ يتحسن اتجوز ممثلة تانية، وتوفت الفنانة زيزي مصطفى في منزلها في مصر الجديدة يوم 13 فبراير سنة 2018.